لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم القبول، نسأله سبحانه أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا وقرباتنا وأن يجعل ثواب ذلك الأخرى لنا يوم نلقاه. وبعد، اليوم إن شاء الله سنخصص حديثنا ودرسنا عن زكاة الفطر، عن بيان الأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بزكاة الفطر لدنو أجل إخراجها. من الليلة هذه يبدأ ولا من غدوة يبدأ الإنسان يخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر حكمها الوجوب إلا في قول شاذ عند المالكية أنها سنة، ورد هذا القول الكثير من المالكية والشراح، مختصر خليل كالدسوقي رد هذا القول، فيكاد يكون إجماع أو حكم زكاة الفطر وجوب زكاة الفطر يكاد يكون إجماع. على من تجب زكاة الفطر؟ على من تجب؟ على الصائم. اسمه ولد الصغير واش صايم ما باش واجب عليه، ولا تقولي على الصائم. تجب على كل مسلم، تجب زكاة الفطر على كل مسلم، لكن لا يلزم بإخراجها كل مسلم. مش كل مسلم يلزم بإخراجها، وإنما هي تجب على كل مسلم. قولنا على كل مسلم معناه كبير صغير أنثى ذكر مريض صحيح مقيم مسافر عبد حر، هذو بكل واجب عليهم زكاة الفطر. الصلاة تجب على من تجب الصلاة؟ على المسلم البالغ. يقولوا مسلم أهل المالكية الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لا يشترط في وجودها الإسلام، لكن يشترط في صحتها الإسلام. كل بالغ قادر لازم تجب عليه الصلاة. والصيام يجب على الصغير، الصيام يجب على الصغير، يجب على المجنون. إذا لابد من العقل ومن البلوغ ومن القدرة حتى يجب عليك الصيام وتجب عليك الصلاة. وزكاة الفطر هل تجب على المجنون؟ تجب على المجنون؟ نعم تجب على المجنون. وعلى الطفل الصغير تجب عليه. اسمها غير زكاة الفطر من العبادات التي تجب على كل مسلم مهما كان حاله. ما دام مسلم وجب عليه زكاة الفطر، لكن من الذي يلزم بإخراجها؟ انت ما تقدرش تخرجها للطفل صغير اذا كان ما عندكش العقل والبال، فتلزم من في بلاصه يعني يخرجها عليك؟ تلزم من لزمته نفقتك. كل من تلزمك نفقته تلزمك أو يلزمك إخراج زكاة فطره. كل إنسان واجب عليك شرعا باش تنفق عليه، واجب عليك شرعا باش تخرج عليه زكاة الفطر. عند الحنفية عندهم بعض التفصيل، يقول لك المرأة الزوجة واجب عليك تنفق عليها، بس مش واجب عليك تخرج عليها زكاة الفطر. يعني ما عدا الحنفية عندهم بعض التفصيل مش محل لنفصل فيه ونذكره، لكن جمهور الفقهاء على أنها تجب على كل مسلم ويلزم بإخراجها كل مكلف قادر. كل مكلف، وكيقول المكلف نقصد العاقل لأن لا يكلف إلا العاقل والبالغ. كل مكلف يلزم بإخراجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. شكون هما؟ شوف الإسلام قال لك كل
إنسان واجب تنفق عليه واجب عليك تخرج عليه زكاة الفطر، فيجب عليك أيها المسلم له وغيرنا من المسلمين أن يعرفوا ويعلموا من تجب لهم علينا نفقتهم. شكون هو اللي واجب علينا ننفقوا عليه؟ لازم تعرفوا. بعض الناس على بالي ما على بالوش ما يعرفش شكون هو اللي واجب عليه ينفق عليه، فيضيع الحقوق ويعاقب يوم يحب الله الحقوق. سمى الله يوم القيامة بالحاقة لأنه تحق فيه الحقوق. وربي في الدنيا قال لك أعطي كل ذي حق حقه. لازم تعرف شنو هما اللي عندهم عليك حقوق في النفقة. أول إنسان لازم تنفق عليه وأعظم الناس حقا في النفقة، نتكلموا عن النفقة، شكون هو؟ الأول أب والأم. نعم؟ هذا قال لك والدين. شكون هما أول من تجب عليك نفقته؟ الزوجة. أحسنت. الزوجة. نقول لكم علاش. عند العلماء الأئمة الأربعة اختلفوا في تحديد من تجب على الغني المكلف نفقتهم إن كانوا فقراء. شكون هما الناس اللي يعودوا فقراء يجب على المكلف الغني أن ينفق عليه؟ هذا كاين خلاف. الخلاف الاتفاق. أقول اتفقوا فيما ذكر المالكية، في الذين ذكرهم المالكية ممن تجب لهم النفقة اتفقوا معهم في تحديده. ثم بعض المذاهب الشافعية والحنابلة زادوا شيء، كما الشافعي يدخل خوك ويدخل ختك، والحنابلة يدخل عمك ويدخل خالك. المالكية قال لك الناس اللي تجب عليك نفقتهم، واتفقت معهم المذاهب تاني يقولون الأمر هذه، لكن المذاهب زادوا حوايج عن المالكية. وش هو الحاجة اللي اتفقت عليها المذاهب وهو مذهب المالكية؟ أنه إنما تجب النفقة لأصولك وإن علوا ولفروعك وإن نزلوا أو سلوا. الأصول ما المقصود بالأصول؟ الوالدين. وإن علوا، وش المقصود بهم وإن علوا؟ معنى الوالدين باباك أمك، والدين باباك، والدين باباك، والدين باباك، لا عادوا حيين وانت غني وهما فقراء لازم تدفع. والوالدين تاع امك، والدين امك، والدين امك، وهكذا. كعادوا هذو شهود والدين حيين وفقراء وانت غني واجب عليك تدفع. هذوما الاصول وان علوا الشرفوا يطلع. والفروع وان نزلوا، وش المقصود بالفروع؟ وش المقصود بالفروع؟ الأولاد، الأبناء. قال الرب لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. اسم ربي يرزقك البنات والذكور. هل تجب النفقات عليك نفقة أبنائك البنات والذكور على حد سواء أم الأمر يختلف باختلاف الجنس؟ العلماء شنو قالوا؟ ما الذي قرره العلماء؟ قال لك بالنسبة للذكور إذا بلغ الذكر واحد من ولادك ذكر بلغ وعاد قادر يكتسب، صار قادرا على الاكتساب، يعني قادر يروح يخدم كشتي يهز الطوبة ويحفر. مش كما بعض الناس يقول لك يجيبوا له الخدمه يقول لك انا ما نخدمش الخدمه. عادوا الاتراك هادو والصينيون هادو اللي قاعدين يديروا لنا في المشاريع في الجزائر عادوا يعيطوا للخدامه من بلادهم، لانه الجزائريين ما يخدموش. احنا شعب ما نخدموش، احنا شعب عاطل بطال ماشي نخدم. حب يخدم مدير، كان يخدم مدير ولا عساس في الليل باش يجيب الليل كامل هو راجع والنهار يقول لك هذا يخلص. هذا هو الجزائري حب يسلك لا ما يخدم. تلقى المؤسسات يديروا اضرابات ويديروا احتجاجات يسقسيهم على هذه الاحتجاجات. ما المشكله؟ يقولوا له لازم يزيدوا لنا في الاجور،
ويزيد انت في الخدمه، مش من الخدمه قاعد تخدم انت ما يزيدك الاجر. والله من المفروض ما يسلكوه. وقول على بالكم كيفاش ماشي الامور هذا في الجزائر. الناس اللي تعرفوا النكته هذه قال لك الكفار كيجيو للجزائر يبنوا ربي يقولوا خاطرنا واحد ما قاعد يخدم والبلاد ماشي ما نخدموش، سواء الوظيفه ولا العمال ولا المصانع ولا الزراعه ولا كل امور ماشي. اذا اقول ولدك لا عاد قادر يخدم لا شيء يحفظ لا شيء يسطوبه بالراسه ما لم يشق عليه العمل جدا، مش عمل خاطر وقادر ينظر فيه ولا لا انا نروح على الخدمه يخدموها الناس هذاك ماكش مسؤول عليه. لا تجب عليك له النفقه. اذا الذكر لا بغف وعلى راجل قادر يكتسب يتحمل مسؤوليته، ولا عاد عنده اولاد وفقراء ومش قادر يديرهم يتحمل مسؤوليته، انت ماكش واجب عليك. لا بديت فوق من باب الاحسان، من باب الاحسان ليس من باب الوجوب. بالنسبه للانثى للمراه البنات يقول لك المراه ملزومه منك تجب عليك لها نفقة أقول إلى أن تبين منك بموت أو بزواج حتى تفارقك، سواء ماتت خلاص النفقة ولا تروح لدار راجلها تسقط عليك النفقة. يقول هذا الكلام هذا حتى بنتك التي تزوجت ولم يدخل بها زوجها، يعني زوجها غير المدخول بها فتحة نقولوا احنا دارت العقد بصح مازال ما هزاش راجلها لدارك، تجب عليك لها النفقة، انت اللي تنفق عليها. هذا واش ما يدير بعض الناس يقولوا لي يهز التليفون يقول له مرتك هاي مريضه روح داويها هي مرتك هو مازال ما دخلش بها. اصلا الدواء هذا مختلف فيه بين العلماء. بعضهم قال لك يجب على الزوج ان يداوي امراته المريضه، وبعض العلماء يقول لك مش واجب عليه، واللي قال له مش واجب عليه اكثر من اللي قال له واجب عليه. فما بالك اللي ما دخلتش اصلا مازال ما دخلتش فيها. هي اصلا النفقه التي اجمع العلماء على وجوبها على الزوج لزوجته، قال لك انما تجب لها النفقه على زوجها بالدخول مش قبل الدخول، الا في حاله واحده نهار مريض المراه اهل الزوجه يقولوا له بلي بنت ليس الجاز روح هز مرتك بها دارك، وهو يبدا يماطل يبدا يمسل يعطل يقول مازال خلي الشهر الجاي خلي العام الجاي. هنا تولي واجب عليه ينفق عليه لانه قال له ديوها وما ينفعش يقول له انا ما نحملكش لا واش تقدر نفقولك عليها بالراس تحمل المسؤوليه تاعك. اذا المراه ما دام ما تزوجتش ما انتهاش راجلها لداره راهي واجب عليك تنفق عليها، الا اذا كان الذكر ولا الانثى خدامين ولا مسكين. بنتك خدامه تسلك خدام واش واجب عليك تنفق عليها، بنتك خدام وعنده المال اش واش خدام ورث من امه مثلا ولا ورث الدراهم، مادام غني واش واجب عليك تنفق عليه، وبنتك لا ورثت وعندها المال وكذا واش واجب عليك تنفق عليها. اتفقنا؟ اذا كيقولوا هذه القاعده هذه ما نطولوش في الحديث حتى لا نفصل، احنا عطينا قاعده. شوف انت مع الانسان هذا لا لقيت باللي الشرع يقول لك واجب عليك تنفق عليه خرج عليه زكاه الفطر، لا قال لك الشرع مش واجب عليك تنفق عليه مش واجب عليك تخرج عليه زكاه الفطر ببساطه. واحد يقول لي عندي ولد خويا ولا ولد اختي ولا ولد عمي ولا ولد عمتي يسكن في الجزائر مثلا ولا في وهران وجاي يقرا لنا في الجامعه الاسلاميه وقلت له انا علاش تروح تاكل في الاقامه الجامعيه؟ روح صوم عليه وروح افطر عندنا الصباح تروح تقرا وفي العشيه روح تفطر عندنا الصحه. فجاء نظيف عقب معنا رمضان يقول لي الشيخ تخرج عليه زكاه الفطر، علاش تخرج عليه زكاه الفطر؟ واش يقولوا له هذا؟ هاي يا شباب بينوا لي بينكم فاهمين شو يقولوا؟ احسنت. نقولوا له واجب عليك انت تنفق على الانسان هذا، ربي قال لك لازم تنفق عليه السن عليك ولا العقل ولد خوك ولا ولد عمك انت واجب عليك تنفق عليه؟ مش واجب عليك تنفق عليه، ينفق عليه باباه ولا موش باباه ينفق عليه جدو من باباه مش جدو من مو جدو من باباه. فاولادك احنا قلنا الفروع وان نزلوا، الفروع وان نزلوا معنى اولاد
ولادك. بصح واش المقصود بولادك هنا؟ قولوا واش المقصود بالذكور واش الإناث؟ يعني ولاد بنتك ماهوش ولادك، ولاد بنتك ينفق عليهم يشدهم من باباهم ولا ينفق عليهم لأنهم ولاد يسمى بنصربوا. بصح حتى ولاد بناتك ماهوش ولاد الناس، ماهوش واجب عليك تنفق عليهم. ولاد بنتك ماهوش واجب عليك تنفق عليهم. ولاد ابنك العاب هو فقير ولا مات ولا خلاه لك، راك انت اللي واجب عليك تنفق عليه، واجب عليك شرعا، فواجب عليك تخرج عليهم زكاة الفطر. أما الناس اللي صاموا عندنا هذه الفتوى هذه يقول لك يا فات صام عندك أكثر من 15 يوم لازم تخرج عليه زكاة الفطر. هذه الفتوى هذه فتوى الأحناف. أبو حنيفة هو اللي قال هذا القول هذا. وإحنا كيفاش جاتنا الفتوى هذه؟ نسمع الناس الكل يفكروا فيها ويديروها. منين جاتنا من العلماء تاع الأزهر اللي بعثتهم لنا مصر في سنوات بعد الاستقلال في الستينات يعلمون الدين. كانوا يستسلمون يفتيوا لهم هكا بالمذهب الحنفي، وإحنا ما نتبعوش المذهب الحنفي، إحنا نتبعوا المذهب الثاني. اتفقنا في المسألة هذه. هذوما الناس اللي لازم تخرج عليهم زكاة الفطر. تبدا بمرتك بولادك دعوا فقراء ولا صغار ولا باباك بامك وهكذا. هو يقول لك تبدا بنفسك بزوجتك باباك بامك ومن بعد ولادك. شكون هما الناس اللي لازم يخرجوا زكاة الفطر؟ احنا عرفنا بلي المكلف القادر يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يملك قوته او من تلزمه نفقته. هذا الإنسان هذا القادر، قلنا احنا المكلف القادر، شكون هو القادر؟ متى نقول عليك بلي انت قادر وبالتالي تلزمك زكاة الفطر؟ شكون هما الناس؟ واش لازم توفر فيه؟ أحسنت، من ملك قوت يومه ففضل عن ذلك. زكاة الأموال تشترط فيها النصاب، وفي بعض الأموال الزكوية يشترط شرط آخر وهو حولان الحول، فيشترط النصاب وحولان الحول فيما يجب فيه من أموال الزكاة حولان الحول. في زكاة الفطر أبو حنيفة برك قال لك لازم يشترط النصاب، ما قالش حولان الحول، قال لك النصاب. أبو حنيفة فقط، وخالفه كل العلماء، قال لك ما لازمش النصاب. اتفقنا؟ معناه كل إنسان عنده القوت تاع نهار وليلة، عنده القوت هذا يكفيه ما يخرجش، عنده غير هذا القوت اللي يكفيه هو ولاده ما يخرجش، واش زاد عن هذاك القوت خرج. احنا زكاة الفطر كاين قداش السنة؟ 10,000. أنا عندي غير 5,000، خرجها ولا خرجها؟ ما عندكش 10,000 عندك 5,000، خرج 5,000. الشيء زايد على المصروف تاع النهار وليلة خرج. علاش؟ لأن زكاة الفطر يا جماعة كثير من الناس مازالوا ما فهموش واش هي زكاة الفطر، ما فهموش المقصد والحقيقة تاع زكاة الفطر. راهم في الزكوات التي فرضها الله على عباده نوعان: زكاة الفطر وزكاة الأموال، يعني الغنم وعنده الحرث وعنده هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. أموال العين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كما النقد الآن، الزروع، الأنعام، الركاز والكنز. الركاز يعني المعدن، الكنز يعني تاع الجاهلية المقصود من تاع الكفار. طيب زكاة الأموال هي المقصود منها التضامن ورفع الغبن عن الناس والقضاء على ظاهرة الفقر وإعانة الناس وتسهيل حياة الناس ورفع الضراء والبأساء. هذا هو المقصود من زكاة الأموال، على ذلك بدوا منها قيمة كبيرة باش الناس يعاونوها. أما زكاة الفطر فموش هذا هو المقصد. المقصد من زكاة الفطر أن يفرح الناس يوم العيد، نهار تاع العيد، نهار تاع العيد تفرح الناس. هذا هو المقصود من زكاة الفطر. كي تعرف انت الحقيقة هذه، تعرف انت بطلان زكاة الفطر التي دفعها أصحابها إلى ذوي الحاجات من غير الجوع
جارتنا ما عندهاش، قالت لك انا راح نتزوج جديد، مالا كانت تصيبوا زكاة الفطر تاع كل الدول، دار تاع الجيران والصال تاع المسجد ودول، قالت لك والله انا عندي ابن يتيم وابنه يتيم وراح نزوجوا الصيفه هذه بعد العيد، قالت لهم محتاجه شويه دراهم اعطوني زكاة الفطر. واش رايكم؟ واش تقولوا؟ يا جماعه نصبر الشرح تقولوا فهمتوا؟ افتيوا لهم واش تقولوا؟ خونا من قال لك هذه مش فرحه تاع عيد تاع تزوج بها، واش تقولوا؟ هذا هو الراس. زكاة الفطر يا جماعه ماشي زكاة الاموال او مش باش الناس تغنى ولا بات تنحي عليها الضر ولا بات تعاون روحها في هموم الدنيا. هذاك المقصود، ذلك قصد او القصد من زكاة الاموال. هذه زكاة الفطر عندها علاقه بالعيد، زكاة الفطر عندها علاقه بالعيد فقط. نمدوا للناس اللي ما عندهمش شيء يفرحهم يوم العيد، وإنما تتم فرحة يوم العيد للناس ويتم لهم السرور في يوم العيد إذا وفروا أسباب يوم العيد. وأسباب يوم العيد هي الماكلة يوم العيد، طعام الله بالحب، شوف دربوشة كذا، واللبسة. الأولاد عندهم أولاد صغار لازم اللبسة ولا ما تبقاش الفرحة وشوية كابوات، هذا ما تتحوج. مد الفطرة تاعك للناس اللي مش قادرة تحل حاجة من الحوايج. واحد قابل ياكل ماكلة مليحة ويشري شوية كابوات، بصح اللبسة الأولاد غالية ما قدرش. هذا فرحان يفرح يوم العيد؟ ما يفرحش. عاونوه ما لا يشري كسوة للعيد، عاونوا الناس لا يشري كسوة للعيد، لا ياكلوا ماكلة مليحة يوم العيد ولا يديروا كابوات. هذه هي الغاية من يوم العيد ومن صدقة الفطر أو زكاة الفطر يوم العيد. هذه هي المقصد. فهمنا ضرب شيء زكاة الفطر؟ ما لا تجي كذلك مثلا مرأة كونسيرجة وتقول لك أنا مريضة راح ندير عملية، ولا واحد يقول راح نزوج عليه، ولا واحد يقول لك عليا غرامة كبيرة لازم نحيها يدخلوني الحبس، ولا واحد يقول لك عليا دين ولا كذا. هذا ما ندولهمش زكاة الفطر، ما همش تاع زكاة الفطر، هذو تاع زكاة الأموال. ولا لما كفاتهمش زكاة الأموال حنا نعاونوهم، نتضامنوا كل واحد نديروها ضربة باش 100,000 أنا عندي 100 على 100 حنا كل واحد يمد 100,000. واش هي 100,000 في الوقت هذا؟ ما حتى والله ما تخلي لك بالك الفطور تاع نهار 100 ما ضرناش، وربي يخلفها علينا ويبارك لنا فيما بقي من أموالنا. 100 كيفاش نديرو 50 ولا 60 مليون؟ لا ما يشكرش. خلاص اخويا راح تتزوج السنه فلان راح يتزوج نعاونوه، العام الجاي راح يتزوج بني نعاونوني، العام اللي من راح يتزوج بنت فلان نعاونوه، كل وياه ربي كيشوفكم هكا باهيين بالملائكه ويضرب الزلزال ليس راكم تنوضوا، لانكم دفعتوا عنكم البلاء بهذه المحبه والتضامن والاخوه والصدقه التي يحبها الله. إذا زكاة الفطر ما عندهاش علاقة بالأمور هذه، عندها علاقة بيوم العيد. على ذلك في شريعتنا تجب الزكاة على من فضل من قوته أو من قوت ليلة، من قوت يوم وليلة. بمعنى تبع معنا، أنا عندي مرأة عندي 5 أولاد، أنا والمرأة 5 أولاد باش نعكفوا العيد ليه؟ يكسي الولاد ويكسي المرأة سنة ثانية يديروا كاطوات وكذا، لازمنا مثلا 2 ملايين. مثلا أنا عندي 2 ملايين و100، 2 ملايين واش ندير بيها؟ نصرف على روحي باش نعكف العيد مليح، وال100 اللي فضلت هذيك واش تبقى من المال؟ يعني ما بقى لي في حياتي إلا ما غير 100,000. نمد أنا زكاة الفطر ولا نمد؟ لو كان نمد 100 هذيك راه نخلص لي كلش. غدوة يعني من النهار الثاني تاع العيد ما عنديش واش ناكل انا ووليداتي، نزكي هذيك الزكاة 100,000 هذيك تخرجها ولا خرجها؟ لأن المطلوب أنه يوم العيد بكل ناكلوا بكل نفرحوا، ومن بعد غدوة ما عندناش إلا نهار العيد نروحوا نطلبوا، ما عنديش روح نطلب يعاونوا الناس.
قال لك جيستومون ياس اليوم العيد واحد ما يضر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا زكاه الفطر كفوا يعني الظوالم كفوهم يعني ما تخليوهمش كفوهم عن المساله هذا اليوم مش اليوم بالذات الفطر ما تخليهمش عيد. الناس يلقاها فرحانه يوم فرحانين والناس خارجه برا تضرب قال لك عيد. خلاص اتفقنا فهمنا هذا واش المقصود من زكاه الفطر. انا عندي 10,000 عندي مثلا بقات لي 70,000 وانا والمراه و5 ولاد على ما نخرج قداش نخرج؟ خرج 70 عندي 50,000 عندي 30,000 بقات لي 30,000 خرجها ولا على ما نخرج؟ ننوي عليا وعلى المراه وعلى واحد من الولاد والرابعه اللي بقاو ما عنديش ما نخرجش عليهم. فهمتوا دابا واش هي زكاه الفطر؟ خرج ولو 5,000 تبدا بنفسك كذا عندك وعلى نفسك خرج ما عندكش ما تخرجش. هذه زكاه الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن زكاه الفطر حال طيب الاشياء نديو الخطبه ونقصر في الخطبه. النبي صلى الله عليه وسلم في زكاه الفطر واش قال لك بدوها طعام بدوها ماكله. قال لك بدوها ماكله ولا طعام لازم تخرجها ماكله وقتها قال خرجوها صبيحة يوم العيد من الفجر من طلوع الفجر يوم العيد الى قبيل صلاه العيد. لازم هذا هو اللي تخرجها فيه. وقال لك اعطيوها للفقراء والمساكين اللي ما عندهمش واش ياكلوا. حنا ضرب الليله خرجوها دراهم هو قالنا ماكله. خرجوها قبل العيد بيومين ولا 3 هو قالنا صبيحه العيد. وقال لك اعطيوها للفقراء والمساكين باش ياكلوا. واش رايك؟ على هذيك السلفيه اليوم عندنا تاع السعوديه وكذا واللي عندنا هنا يخرجوا هذا اللي نشوفوا الناس صبيحه العيد هاز الشكاره تاع العيد يدور على ديال الفقراء ويبدل. واش رايك؟ قال لك حنا لازم نخرج طعام قال لك صبيحه يوم العيد صبيحه يوم العيد واش تقولوا؟ الزمان تبدل. هاد الناس اللي يفتيوا الفتوى هذه ما يعرفوش فقه المقاصد ما يعرفوش. بدا الانسان يجهل فقه المقاصد. ابن تيميه رحمه الله عليه انسان عالم كبير بزاف. الامام مالك قال خرجها ماكله. الامام ابو حنيفه الامام الشافعي قال خرجها ماكله. والامام احمد قال خرجها ماكله. الإمام أبو حنيفة قال خرجها مراها. جاء ابن تيمية الدنيا في وقت ابن تيمية تبدلت. لأن الإمام مالك علاه قال لازم تخرجها ماكلة كما قال سيد الخزن الإمام الشافعي وأحمد لأن الظروف المعيشية تاعهم زي الظروف تاع وقت سيد الخزن ما تبدلتش. حط في بالك باللي أبو حنيفة نهار زاد بينه وبين الموت تاع النبي صلى الله عليه وسلم 65 سنة. وبين الإمام مالك والوفاة تاع سيد الخلق 84 سنة. يعني كيما احنا دركا وعبد الحليم الملابس تقول هذا هو الوقت اللي زاد فيه الإمام مالك والوقت اللي مات فيه سيد الخلق هو الوقت تاع الملابس. مسافة بعيدة بزاف. هنا كانت الظروف نفسها كانوا الناس ما يعندهمش واش ياكلوا اللي تعطيه التلقى ولا تمر ولا صفر سهيل. كانت هذيك هي القوت تاع الناس. غير سيسه ولا عصير ولا نعرف يخرج شبعان فرحان. الدنيا اليوم تبدلت. الامام ابن تيميه في الفتاوى يقول لك كي قالوا لهم نخرجوها نقدا واش قال لهم ينظر في الارفق الفقراء والاصلح لهم. شوفوا المصلحه هاو يعرف فقه المقاصد. انا كي بدك صبيحه العيد شكاره سنين واش دير بها تصفى بالماء وتخرج فرحان وتقول راني فرحان راني يوم عيد. ولادك ياكلوا البلادات ويخرجوا الله يبارك فرحانين ويضحكوا. هذا تمسخير. هذا نسميه هذا تمسخير.
الناس هذه يسميوها الظاهرية، الناس يخدموا بالظاهرية كما ابن حزم، عابوا على ابن حزم ظاهريته فوقعوا فيها. بالك اللي ابن حزم توصل واش دار؟ قال لك حاشا، قال لنا مسلسل لا يبولن احدكم في مغتسله ثم يتوضا منه، لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يتوضا منه، في روايه يتوضا فيه. قال لك من الذي تغوط مش دار تغوط يشوف الوضوء؟ قالوا له علاش؟ قالوا له سيد خذ ديال البول ما كاش الخارج. هذه الظاهريه. حتى قال النووي قال هذا من اسمى ما وقع له الظاهريه. المقصد ايش؟ علاش سيد الخلق قال لك ناكله في رايك؟ علاش سيد الخلق قال لك اعطوها ناكله؟ علاش؟ لان المقصود الناس اللي ما عندهاش واش تاكل اعطيهم ياكلوا، خاطر ما الناس اللي تيشبع يفرح. كان العيد تاعك كان يمشي انك تاكل مليح، هذا هو العيد، لا لبسه ولا يحزنوا كل ما عندهمش. فقال لك اعطيهم ماكله، اعطيه الماكله لمك، خاطر الماكله شو اللي يديها؟ شو اللي يطلبها الماكله؟ اللي ما عندوش واش ياكل، لانه يطلب الدراهم، اللي عنده ياكل يطلب الدراهم، اللي عنده لبسه يطلب الدراهم، اللي عنده طوموبيل يطلب الدراهم، اللي عنده فيلا ويطلب الدراهم. صح الماكله ما يطلبها غير اللي ما عندوش واش ياكل. وسيد الخلق قال كمان غايه ثانيه انه في العيد الناس كلهم تاكل، لانه الوقت تاعو كانت الناس ما عندهاش واش تاكل. فهمتوا شنو المقصد؟ في السماء تاعنا نبدو للناس واش تاكل، الناس عندها واش تاكل، يولي يدوموندي في حاجه اخرى هي الكاطو حتى يتفكر في يوم العيد، ويطلب في اللبسه لوليداته باش يفرح. مش يقول واش ياكل لان الناس الكل تاكل، يعني يعجز يروح مائده رمضان وياكل، ولا يجي المسجد يلقى صدقه ولا يطلب كاطو ما يعطيولوش، الناس الكل تاكل. عاد الناس ما تحوش لا تاكل، تحوس تسهر يوم العيد اللبسه والكاطوات. فهمتوا درك؟ على ذيك العلماء تعرفوا قال لك اعطيهم المال، لان المال يقدر يكسي به روحه. لا عنده هو الكسوه يشريها ماكله وكاطو، لا عنده الكاطو والماكله يشريها لبسه، لا ما عندوش هذا الكل يخير. قال نشري لك الحاجه، نشري لك الحاجه، تعطيهم له الدراهم على بال واش ياكل بها، على بال واش محتاج، يشري الحاجه اللي محتاجها يوم العيد. هذا الامر تاع علاش سيد الخلق دارها طعام. ثانيا علاش سيد الخلق قال لك اعطيها للفقير صبيحه العيد؟ علاش صبيحه العيد وحنا برك نمدوها قبل العيد 3 ايام؟ هو بالنظر الى المقاصد. ما قصد الشارع حينما شرع اخراج زكاه الفطر صبيحه العيد؟ علاش يا رجل؟ باش الناس ياكلوها يوم العيد. قابل واحد فيكم شي يقول لي خلاص وين المشكل؟ نعطيها له نهار قبل العيد، يومين قبل العيد، نعطيها له ولا يستشريها ويعدلها ويتحفها باش صبيحة يوم العيد تجيه ساهل ياكلها ويشبع والحمد لله. على سيد خاطر ما كانش قبل العيد بنهار ولا بيومين وقال لك انا لازم صبيحة يوم العيد. علاش يا راجل؟ لانه مادام ما عندوش واش ياكل كي تعطيها له يومين قبل العيد ولا واش يدير بها؟ ياكلها. تقول لي انت بنادم مادام ما عندوش واش ياكل نعطيها له اخويا قبل العيد ياكلها، ونهار تاع العيد اللي يروح يطلع ولا قال لك جيسون، قال لك الشارع الحنيف قال لك اخويا قبل العيد يروح يطلب على روحه، ما عندوش واش ياكل يروح يطلب. كي يطلب قبل العيد ما يضرش، هي اللي تضر كي يطلب يوم العيد. انا حاب النهار تاع العيد ما يضربش، كي يخلص النهار تاع العيد ويخلص له الماكله هذيك غدوه ثاني عيد يخرج يضرب على روحه، ما عندوش يروح يضرب وراح ياكل. بصح النهار تاع العيد ما لازمش نخليوه يضرب. هل احنا الا بدينا للناس زوج ملايين وثلاث ملايين صبيحه العيد يستفيدوا منها يوم العيد؟ كش ما بقات لبسه الشرايه صبيحه العيد؟ لا حتى قال لك لازم تعطيها له 3 ايام قبل العيد باش ياخذوا يشريوا الكسوه ويشريوا الماكله باش يفرحوا. شفتوا العلماء تاعنا اللي يفتيوا باليوم كانوا يخلطوا كما يدعي هؤلاء المدعون الذين ما زالوا على ظاهرياتهم. قلت على ذلك ابن تيميه رحمه الله عليه وهو من هو؟ كما يذكرون نقدا ما دام فيها فائده، لكن الدراهم فيها الفائده خير من الماكله ندوهم لهم دراهم خير. اتفقنا؟ وين نخرج زكاه الفطر؟ في البلاصه اللي راك فيها انت وليداتك ومراتك.
ساكن انت في الصدرينه بصح رحت حكمت رمضان مع بابا في تزايد وعقبت وصلت دخل عليك العيد تما قلت العيد مع بابا وروح ويدخل زكاه الفطر تخرجها تما انت تسكن هنا في الصدرينه وتخرج وعقبت رمضان لهنا وعيدت لهنا تخرجها لهنا. بينما زكاه المال تخرجها في البلاصه اللي فيها المال. انا نسكن في الصدرينه وعندي وزين تاعي في تزايد ندخل زكاه الاموال يتزايد واش وين يكون المال. هذا هو الفرق. الله المستعان بين أمثلة كثيرة لا أدري ليش. كنت أقول أن خرجت من البيت لقضاء بعض الحاجيات ولما رجعت أحست بعطش شديد إذا كان خارجت على نفسها تفضل وتقضي شرب الماء وتقضي وش ما تشرب الماء ما تاكلش ما تبقاش تاكل معها كامل ثم تمسك تشرب باش ينحي لها العطش ثم تمسك عن الاكل والشرب حتى المغرب ومن بعد تقضي النهار. سلسلة الكرسي الفاضي سلسلة الكرسي من حالة مريضة صعبة المرض وخاصة القسم اللي قاعد يصلي قاعد فريضة يصلي هذه القاعدة هو قادر يوقف صلاته باطلة. صلاة العيد تكون على 6:30 اليوم صلاة العيد تكون على 6:30 السادسة والنصف إن شاء الله. هذا إنسان مريض في المستشفى ديال الحادث الموضوع يشرب موضوع شرب موضوع يشريوا الولاد من الموضوعات ومن بعد يديروا حادث حتى ثاني تتحسن الناس. هذا امرأة مريضة ثاني تدعو منكم الدعاء ربي يشفي المرضى ان شاء الله ويرزق الناس فقراء وربي يهنيكم وربي يقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت